الحقيقه انه احنا ما نقدر نسميها صفقه القرن اللي كانت قبل عمليه هيثم الجبوري، نسميها سلفه القرن. سلفه القرن يعني هاي السلفه احنا خرجنا الاخ نور صدري بكفاله وطلعناه على مود يجمع امواله ويسدد بها للمحكمه او يسترد الاموال. اللي المشترك الرئيسي بالموضوع هو هيثم الجبوري مع مدراء عامين في وزاره الماليه ادوا الى انه السماح الى اطلاق المبالغ للضمانات الضريبيه، وهي مبالغ كبيره جدا لن تحدد بمليارين و700 مليون دولار او اكثر من هذا المبلغ. لكن احنا هيئه النزاهه والقضاء العراقي كيف يتصرف هذا التصرف؟ لازم احنا عندنا قانون مصادره اموال المنقوله وغير المنقوله، انت وين فلوسك؟ وين عماراتك؟ وين وين ارصدتك؟ تروح المحكمه تجيبها. لكن ضعف الدوله ادى الى انه احنا نكون بهذا الموقف، وهذا خلل في كل مفاصل الحكومه لمحاسبه الفاسدين. يعني الان زوجته جابت 4 مليارات دينار عراقي، وهو مبالغ كبيره جدا. زين، وهو يقول انا راح انقص 17 مليون، استرد 17 مليون وقابله انه يطلق سراحه بكفاله مثل ما اطلق سراح الاخرين. طيب، اعاده تلك المبالغ يتم من قبل